قال في أحد الغزوات: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ويقال إنه رفع باب خيبر اللي تم ذكره بإن 8 أشخاص حتى ما قدروش إنهم يرفعوه. وفي تاريخ الأمة الإسلامية قليل جدا اللي يقدر يتساوى مع شخصية عظيمة زي شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حرفيا مش مجرد محارب، لكنه أسد في المعارك، مدافع عن الحق وسند دائم للرسول صلى الله عليه وسلم. اتولد علي بن أبي طالب في مكة، كان قوة لا تقهر. أي حد كان يجي يقف قصاده كانت بتصيبه حالة شديدة من الرعب، لدرجة إن اتقال إنه لما كان بيجي يصافح أو يسلم على شخص كان الشخص ده بيحس إن روحه هتطلع منه. وده طبعا عزيزي المشاهد بسبب قوته العظيمة والمهيبة، ومواقفه دي هي اللي كسرت شوكة أعداء الإسلام. الشجاعة اللي كانت محفورة في قلبه كانت تخلي أي مشرك يفكر 1000 مرة قبل ما يواجهه في المعركة. علي بن أبي طالب الشخص اللي صنع التاريخ ببطولاته، واللي يعتبر واحد من أعظم الأبطال في تاريخ البشرية. ودلوقتي هاخدك في رحلة لاستكشاف شخصية وشجاعة علي بن أبي طالب الفريدة اللي جعلت منه أسطورة في قلوب المسلمين. حلت إلى بحار العشق حلمي. علي بن أبي طالب كان معروف وسط الصحابة والأعداء بقوته المهيبة. جسمه كان مشدود زي السيف، وعنده قوة جسمانية غير عادية، لدرجة انه كان قادر يحمل سيفه التقيل وكأنه ريشة، والأسلحة كانت بتتكسر في ايده بدون اي تعب. وحاول كتير من الصحابة انهم يفتحوا خيبر ولكن ما قدروش. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله. وفعلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اللي اخذ الراية ودخل الحصن بقوة هائلة. وقتها بدأت معركة قوية جدا، وطاح الدرع من ايد علي بن ابي طالب، ورفع بايده باب الحصن اللي وزنه بيوصل لمئات الكيلوات. كان في عزيمة مش بس موجودة في عضلاته، لكن في قلبه وإيمانه اللي ما بيتزلزلش. أمل يواسي وعزف الموج. ولما نيجي لواحدة من أقوى المعارك في تاريخ الإسلام، كانت مواجهة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود. عمرو ده عزيزي المشاهد كان بيعتبر فارس قريش الأقوى، رجل لا يهزم، شارك في أكتر من 100 معركة، وكان معروف عنه إن مهما حصل ما بيتراجعش عن القتال. سمعة عمرو دي وقتها كانت بترعب الجميع، لدرجة إن الكل كان عارف إنه فارس لا مثيل له في الشجاعة والقوة، وكان بينضرب به الأمثال، لدرجة إن العرب كانوا بيقولوا إن عمرو بن ود لو اتفقوا العرب على قتله وحده لقتلهم جميعا. المهم يا عزيزي المشاهد، لما تمكن عمرو من عبور الخندق في غزوة الأحزاب، وقف قدام جيش المسلمين بيتحدى أي حد يخرج يواجهه، وقال وقتها بصوت عالي: من يبارز؟ وقتها الجيش كله كان واقف صامت، خايف يواجه هذا المحارب الذي لم يهزم. الجيوش الإسلامية حرفيا كانت مرعوبة منه بسبب قوته وسمعته اللي كانت معروفة لكل الناس. وفي اللحظة دي ظهر علي بن أبي طالب اللي كان أصغر من عمرو بسنين كتير، ويقال إن ساعتها والله أعلم علي بن أبي طالب كان عنده حوالي 20 سنة، بالمقارنة لعمرو بن ود اللي كان بيبلغ من العمر 80 سنة. المهم طلب علي من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج له. وقتها حاول الرسول إنه يمنع علي، لأنه كان عارف حجم الخطر اللي كان ممكن يحصل، لكن علي بن أبي طالب أصر وقال: أنا له يا رسول الله. وهنا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لعلي بن أبي طالب لمواجهة الفارس العملاق ده. وخرج علي بن أبي طالب وكله ثقة بنفسه، وعينه كانت مليانة بالإيمان. وقتها عمرو لما شاف علي ضحك بسخرية وقال له: من أنت يا فتى؟ رد علي بن أبي طالب بكل ثبات وقال: أنا علي بن أبي طالب. رد عمرو وقال له باستحلاء: كنت أكره أن أقتل رجلا من قريش صغير السن. فرد عليه علي بن أبي طالب بكل شجاعة وقال: لكن أنا أحب أن أقتلك يا عمرو. وهنا بدأت المعركة اللي هتسطر اسم علي بن أبي طالب في التاريخ. الهجوم وقتها كان سريع جدا، وعمرو اللي كان مشهور بسرعته وقوته ضرب علي ضربة كادت أن تفقد التوازن، ولكن علي بن أبي طالب كان متماسك، وبدأ القتال بضربات سريعة ودقيقة كلها كانت موجهة لهذا الفارس الشرس. وقتها عمرو حاول بكل قوته إنه يضرب علي ضربة قاتلة، ولكن عزيزي المشاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذكائه وخبرته في القتال كان بيتفادى الضربات القاتلة بحرفية عالية. وفي لحظة لما كانت الفرصة مناسبة ضرب علي عمرو بسيفه
ضربة قوية أصابته في عنقه. ضربة واحدة كانت كافية علشان تنهي حياة الفارس الذي لا ينسى. وقتها الأعداء والمسلمين انبهروا من شجاعة وقوة علي بن أبي طالب، وكانت المعركة دي واحدة من أعظم مواقف الشجاعة اللي خلدت اسم علي بن أبي طالب كواحد من أعظم وأشجع المحاربين في تاريخ الإسلام. رباه خذيني يا علي بن أبي طالب عزيز المشاهد ما كانش بس بطل في المعارك، لكنه كان إنسان عادل وحكيم. والقوة اللي كانت عنده دي ما كانتش مجرد عضلات، لكنها كانت بتظهر دايما في عدله. ولما بقى خليفة على المسلمين اتعرض لمواقف صعبة كتير، لكن دايما كان بيضطر انه يكون عادل. وده ظهر في موقفه مع اليهودي اللي كان بيخالفه على درع. وقتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل حكم القاضي لصالح اليهودي بكل رضا، وده كان أكبر دليل على إنه ما بيستخدمش قوته دي إلا في الحق. وحيد مثقل مما جلا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الحامي الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كل المعارك كان دايما بيقف في الجانب الأيمن من النبي، بيقاتل معاه وبيحميه من أي خطر. وواحدة من أبرز مواقفه لما قرر ينام في فراش النبي ليلة الهجرة. كان وقتها عارف انه ممكن يتقتل في اي لحظة، لكن التضحية دي ما يقدرش يعملها الا شخص زي علي بن ابي طالب، كان ايمانه بربنا ووفائه للنبي اكبر من اي خوف. وفي معركة بدر كان من اوائل الناس اللي واجهوا المشركين. وفي معركة احد لما تكالبت الاعداء على النبي هو اللي وقف وحمى الرسول صلى الله عليه وسلم بجسمه وسيفه. وقتها ما استسلمش لحد ما انتهت المعركة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليه شكل مميز، وده اللي كان بيعكس قوته وهيبته. كان طويل القامة، عضلاته قوية، وكان بيتمتع بهيبة تخلي أي حد يشوفه يحس بقوته قبل ما يشوف سيفه. عيونه السوداء كانت مليانة بالإيمان واليقين، لكنه في نفس الوقت كان شخصية هادية. وده عزيزي المشاهد كان خليط بين القوة والحكمة اللي كان بيميزه عن أي حد تاني. لو شاقته. وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت صدمة كبيرة جدا للأمة الإسلامية. وقتها اتعرض لعملية اغتيال غدارة وهو بيصلي، ولكنه حتى في لحظاته الأخيرة كان ثابت وقوي زي ما كان طول حياته. ومات علي بن أبي طالب، لكن ذكراه عاشت قوية في قلوب المسلمين. سيرته بقت منارة لكل اللي بيبحث عن الشجاعة والإيمان الحقيقي. كل موقف في حياته كان بيأكد إنه أسطورة حية، وإنه رجل لا ينسى في كل خطوة خطاها دفاعا عن الحق والدين. وفي النهاية عايزك تبقى فاهم عزيزي المشاهد إن كان في برضه كتير جدا من الصحابة عندهم قلب ميت وشجاعة وهيبة ملهاش مثيل. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة. الله غالب. سلام.